سلام، كي عشيتو؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم وصفه الخميره الطبيعيه، هي الوصفه تاع الام تاعي اللي طلبتوها مني باش تحضروا بها الخبز السويردو ولا اي نوع من المخبوزات. تبعوني بالتفصيل باش تنجح معاكم. اول شي تجيبوا بورطمونجي تخلطوا فيه معيارين يكونوا تقد من فارين نورمال وفارين كومبلي. حنا نقول لا درتو كاس فارين كومبلي ديروا معاها كاس تاع فارين نورمال، خلطوا خليوها البورطمونجي اكوتي منه تبقاو ترفدوا. ومن بعد تجيبوا بقاله تاعكم كما كتشوفوا هذيك معقمه، ومن بعد تختاروا معيار هكا يكون صغير، كاس صغير ولا اي حاجه بغيتوها. عيروا بها كويس وزيدوا كاس تاع الماء، شغل كاس تاع داك الخليط مع كاس تاع الماء يكون مينيرال ولا يكون تاع السقي ماشي تاع السقايه. ومن بعد تغطيوها بكتانه وتفوجوا عليها هذاك المقطع، ما تبلعوهاش وحطوها في بلاصه تكون دافيه، خصها تكون دافيه هكا باش تتفاعل معاكم. هنا بعد مرور 24 ساعه يعني لا غدا ليه كما راكم تشوفوا ما يصرى والو، تعزل هذاك الماء الفوق وصاي. من بعد عاودوا ديروا نفس العمليه، تزيدوا كاس تاع داك الخليط، ومن بعد تزيدوا عاود كاس تاع الماء مينيرال وتخلطوا غايه غايه غايه. ايوم بعديها هذاك الحواف نزلوهم لتحت تاع الخليط اللي كنت طلع لكم مع البقاله، نزلوهم هكاك بالسباتول لتحت، وعينوا فين كانت عندكم الخميره تاعكم باش تعرفوها واش طلعت ولا لا. عاود غطيوها بالطرشونه وفوجوا عليها المقطع، عاود خليوها في بلاصه دافيه. هنا بعد 48 ساعه نشوفوا بلي الخميره تاعنا بدات تتفاعل، تشوفوا الفقاعات اللي دارتهم وكل شيء هكا تلقاوها كي اللي هذاك الماء دارتو في الوسط ودارت هذاك التفاعل تاعها الفوق. عاود تخلطوا، وهاد المرحله هاد الخليط اللي كان عندنا في هاد البقاله الاولى تقسموه على زوج جهات، في بقاله اخرى حنا نقولوا قسموه في النص. وهذاك وعاود في كل بقاله تضيفوا كاس تاع فرينه وكاس تاع قلت لكم كاس تاع فرينه، كاس تاع داك الخليط وكاس تاع الماء مينيرال. شغل الخليط اللي كان عندنا في هذيك بقاله قسمناه على جهتين وهذيك هي، ومن بعد درنا في الاخر كاس تاع فرينه وكاس تاع ماء، وفي الاخر عاد كاس تاع فرينه وكاس تاع ماء. هنا بعد مرور 3 جور 3 ايام وحده نشوفوا باللي المزيج تاعها ولا ثقيل، والثانيه المزيج تاعها اخف. دوك على حسب تفاعل الخميره كنت تشوفوا هنا طلعت غير ماها الفوق، نتوما تحسبوا باللي هنا خسرت لكم، هي ما خسرت ما والو، هي لي زيتاب تاعها كيما هكا. شغل تزيدوا تتبعوا زيدوا واصلوا وما تستسلموش، خلطوا. ومن بعد عاود تضيفوا كاس تاع داك المزيج اللي قلت لكم عليه في الاول، وعاود ضيفوا عاود كاس البقاله الزوجه. ايوم بعد تضيفوا الماء، ونأكد الماء لازم يكون مينيرال. فهاد البقاله اللي راكم تشوفوها اللي راها منا ضفنا كاس تاع ماء، بصح هو شنو هي في البقاله الاخرى اللي راكم تشوفوها ملهيه نضيفوا غير نصف كاس، ما نضيفوش كاس كومبلي، نحطوا غير نص كاس تاع الماء في البقاله ديك الزوجه اللي راك تشوف فيها طويله. انا كنت نتبع في ماما، كنت واش ما كتقولي ماما راني نقول لكم. يوم بعديها تكونوا معلمين، راك تشوفوا معلمين فين كانت وفين راها تزيد تطلع. يوم بعدها تغطيوهم وتخليوهم عاود في بلاصه تكون دافيه. هنا بعد 4 ايام كنت تلاحظوا مصورنا لكم كل شيء لي ديتاي وشنو راه يصرى. بعد عاود تخلطوا ما توسوسوا ما والو هذاك الماء، وهاوك البقاله هذيك الطويله اللي قلت اللي ضفنا فيها غير نص كاس تاع ماء ماشي كاس كومبلي، هايك عاود كيش خرجت حتى هي ضعف الحجم تاعها. وهذيك البقاله اللي صغيره منها عزلت الماء تاعها من الفوق. دوك واش نديرو؟ نقلعوا النص تاع هذيك الخميره من كل بقاله، شغل نقصوا نديرو نحيو النص من البقاله الصغيره والنص من البقاله الكبيره تاع الخميره ونحطوهم في هذيك الغرفيه. ومن بعد نضيفوا في كل كما كتشوفوا في كل بقاله عاود كاس، بصح في هذه المرحله نضيفوا غير نصف كاس تاع الماء في كلا البقالاتين. حنا نقولوا جيسبر تكونوا فهمتوني، شغل تحطوا كاس تاع لافارين في هذه وكاس تاع لافارين في اخرى، بصح دوك ما تحطوش كاس كومبلي، حطوا غير نص كاس تاع الماء في كلا البقالات. هنا بعد مرور كما كتشوفوا عاود يوم اخر راكم تلاحظوا هذه كان فيها تخمر، والاخرى
توجور كانت تصفي لنا الماء تاعها من الفوق. في هاد الحالة قالت لي ماما اللي غتصفي الماء تاعها من الفوق خصنا نتقلوا لها لافارين. واش نديرو بعد الحاجه الاولى فديك البقاله اللي طويله درنا كاس تاع لافارين مع نص كاس تاع الماء مينيرال وخلطنا. وفي البقاله الاخرى ما درناش كاع الماء، درنا غير كاس كومبلي تاع هذاك، ماشي كاس قصدي هذاك المعيار اللي تكونوا عيرتوا به من الاول تاع هذاك المزيج لافارين كومبلي مع الفارينه وتخلطوا فقط. ما ديروش الماء باسكو ماما قالت لي كانت تعزل ماها سماها خفيفه خصها تتقال. ايوا هذه هي. وعاود تغطيوهم تعاود تخليوهم يخمروا. بعد مو 6 ايام راكو تشوفوا خمروا للزوج، طلعوا للزوج. دابا قالت لي ماما راهم واجدين باش نعجنوا بهم ولا نستعملوهم للخبز. كما تشوفوا كي تبغيو تخدموا بهم الخبز جيبوا بوط مونجي كما تشوفوا. ايوا هذاك المزيج اللي يكون عندكم في هذيك البقاله تاع ديك الخميره اللي خمرت ديروه في هذاك البوط مونجي، ومن بعد تضيفوا عليه 2 تاع الكيسان تاع داك المزيج تاع فارين كومبلي وفارين نورمال، 2 كيسان صغار تاع داك المعيار اللي تكونوا عيرتوا به. تخلطوا غايه لافارين مع داك الخميره. يوم بعدها تقعدوا تضيفوا الماء غير بشويه، تكيلوا بهذاك المعيار كاس تاع ماء مينيرال وتقعدوا تخلطوا، تكبوا منه نص ساعه تقعدوا تخلطوا تسيو كلي تدمجوا هذاك الخميره اللي تكون تفاعلت مع هذاك لافارين. هكا قالت لي ماما. ومن بعد تكملوا الكاس كومبلي هذاك تاعكم ايوا خلطوا مليح، عطيوها وقت تاعها باش شغل تطلق لكم تنطلق. قالت لي ماما يشوفوا القوام تاعها كيش راه داير هنا، باش هكا لازم تخليوها. يوم بعد هيا بعد ما خلطتها مليح قالت لي هذا هو القوام تاعها. قالت لك لا زعما هذيك البقاله الاخرى تاع اللي عندنا ديجا فيها الخميره متفاعله، قالت لكم هذيك خليوها في الفريغو حتى تبغيو عاود ديروا الخبز يا عادوا تجبدوها وديروا نفس هاد اللقطه اللي درناها دوكا في بوط مونجي باش تخدموا الخبز. وهي الخميره تاعنا واجده، هذه هي اللي نخدموا بها الخبز. بيان سور بعد ما خلطناها خليوها ترتاح حتى هي دوك تعاود ترتاح مليح باش تتفاعل معاكم وتطلع ودير هذاك الفقاعات باش تخدموا بها تكون جاهزه باش تطيبوا بها الخبز تاعكم. وهذه هي الوصفه تاع الخميره الطبيعيه وهذه هي الطريقه تاعها. ان شاء الله تكونوا فهمتوني برك. تهلاو في رواحكم وفي الامان، نتلاقاو في وصفه جديده.